Einmal hin, einmal zurück mit der Seite. Beide Du musst einmal fahren, aber du könntest ja locker fahren, wenn du willst. Musst du gucken, damit die Scheiben nicht so spiegeln. Und Radfahren und da wird ja viel gemacht auch. Das ist eine Strategie von Geldhaben. Na wieso? Das ist die Stadt. Und das ist Hellersdorf und das ist Marzahn. Die Covid-19-Bestimmungen für öffentliche Verkehrsmittel bestehen bei uns während der gesamten Fahrt Maskenpflicht. Ja. Das können Sie alleine fahren oder nur zu Okay, zweit. lass uns raus. Außerdem möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass in den Stationen أنا كيطلع بنادم الفوق وكيمشي كيشوف برلين الجهة تاع برلين ماشي برلين كاملة. بغيتي تطلع بالسانسور وإلا كنتي سبورتيف تطلع من الهاتي من دابا أنا جيت مع النسيبة ديالي شوية كبيرة. Dass mal die Leute rauskommen? Nee. Gar keiner drin. كاين حتى واحد. أنا تمشي في 118 50 متر. هنا الجهة ديال آرنسفيلد تقدر تشوفها من هنا. هنا الجهة تاع فوهلتال. ها واحد الطيارة الفوق. وهنا في هذه الجهه هذه يعني دابا رانا خارجين على برلين في الحدود ديال برلين. تما كتشوفوا ما كاينش بزاف تاع البيوت والسكن، يعني المدينه ما كايناش عاد كتبنى. هذا الوقت مع الوقت تلاصق معاه. وهنايا بيتساك ديال ماتسان هيلسدورف كما قال لك. هنا عندهم 2260 الف ديال السكنه. Das ist auch ein Schutthügel. Erst ganz viel Schutt abgelagert und dann Bäume und Büsche gepflanzt. كما كتشوفوا هاد الهضاب هذه الصغيره هذه بحال هذا، ماشي هضاب طبيعيه بحال هذاك وبحال هذا. هو هذه هضاب من صنع الانسان. كيفاش صنع الانسان؟ هذه في الحرب العالميه الاولى والثانيه، المهم الحرب العالميه الثانيه اغلبيه كانوا كيحيدوا ديك التراب، ديك الزياده ديال التراب وديك الوسخ اللي كيكون في الارض وكذا. فاش كينقوا المدينه كانوا كيجيبوهم لهنا لهاد برا ديال برلين، حيت ما كانوش هنايا الديور ما كان والو، وكيحطوهم حتى كيديروا هكاك بحال هذيك الهضاب. ومن بعد فاش يعني تطورات المدينه وكذا جابوا الشجار والورد وداك الشيء بقاو كيزرعوها فيه وكبرات بحال هكا وبدات كتبان لك بحال هضبه. هو برلين كامله ما فيهاش الهضبه، هي اراضي منبسطه. كتسمعوا هادشي؟ الطيور هادو اللي كتسمعوا هكا راه ماشي طيور حقيقيين، كيديروا بحال الموسيقى. هادي بحيت هنايا في هاد البلاصه كما قلت لكم، في هاد البلاصه هادي كانوا كيجيبوا داكشي اللي كتكون في الحرب العالميه الثانيه، ديك التراب وداك اللي كانوا كيحيدوا من الارض وكيديروه هنا. ودارت بحال هكا هاد الجبل هذا. ودابا بحيث هنايا ما كاينينش الطيور، داروا طيور اصطناعيين يعني كيخدموا الكترونيك. ملي كيدوز شي واحد كيديروا بحال هذوك الاصوات اللي سمعتوا دابا. شوفوا هذا الخيط هذا ديال الضوء كيديروه في الشجر كيمشي حتى للفوق. او يبان لكم هذاك الخضر راه واش يبان ولا ما يبانش. هذاك هو لاوتش بازا يعني باش كيديروا الصوت وداك الشيء. فكره زوينه يعني فكره زوينه. وهاد البلاصه هذه كامله اللي كتشوفوا اللي صورت لكم هاد الباركن هادو ماشي جبوله غير هضاب، هادو كاملين من ديك التراب. وفاش كيبنيو شي دار يعني كيحفروا اللساس، وفاش كانوا كيحيدوا ديك اللساسات القدامين ديال الحرب العالميه الثانيه كاملين حطوهم في هاد البلاصه كامله كما كتشوفوا قداش وبناو هاد الجبل هذا اللي ما كاينينش اصلا الجبوله في برلين. وكما كتشوفوا في هاد التصويره هذه كيشرحوا لنا هنايا لتحت، فهذا ما غاديش يبان لكم مزيان باللي في 1970 كانت كتبان هاد البلاصه بحال هكا. وكانوا كما كتشوفوا كاينين الناس تما تيعاونوا من اللي يعاونوا الدوله باش عدلات بحال هذا البارك هذا كينقاو شويه الارض وكذا. وكانوا كيجيبوا ديك الزبل اللي كيلوحوه، ماشي الزبل هو التراب ديال الارض اللي كيحيدوا من اللساسات وداك الشيء كيحطوا هنايا تما. فاش داروا هاد الهضبه العليا ورجعت بحال هكا يعني كيجيو الناس كيتساراو فيها. اوكي مالك مخلوع؟ مالك مخلوع؟ ما تخلع ما والو. Holy shit!
وده يما وسيرة سعد اورينتاليش جارتن. كما كتشوفوا دابا رانا في اورينتاليش جارتن. هذه الدخله واش من انطباع كتعطيكم؟ قولوا لي نتوما قبل ما نوريكم انا. كما كتشوفوا راني في قصر الحمراء، قصر الحمراء في برلين. الحديقة الإسلامية تبنات على الطراز المغربي الموري اللي كان شائع في أيام ازدهار الأندلس، وتبنات في عام 2005 في المنطقة ديال ماتسان. وفي هذا العام بالضبط كانت تم بزاف ديال الجرائم ديال العنصرية ضد العرب والمسلمين والجنسيات الأخرى. وكان البناء ديال هذه الحديقة هذه بحال شي رسالة ديال السلام والتقارب ما بين الناس من خلال تعريفهم على الثقافة العربية المورية الإسلامية. وتم التصميم ديالها من طرف المعماري الجزائري الأصل كمال الوافي، واستوحى تصميم من الوصف ديال الجنة في القرآن الكريم. وتم استخدام عمال خصيصا من المغرب للكتابة بالخط العربي على السقف والزخرفة على الفسيفساء والجليج. كما كتشوفوا هنا مكتوب باللغة العربية، مكتوبين آيات قرآنية ما قدرتش نقراهم. حديقة على الطريقة الكريستية، شي حاجة بحال داكشي. حدائق العالم أو غارتن دير فيلت واللي كاينة في حي مارتسان برلين، وهي جزء أساسي من حدائق معرض إيغا الدولي، وكتصنف من أجمل حدائق وأفضل حدائق برلين. وداخل الحديقة كيمكن للزوار الاستمتاع والتجول في عوالم مختلفة من الحدائق الإسلامية المورية واليابانية الصينية، ومشاهدة النباتات الرائعة اللي تم الاستيراد ديالها من تلك البلدان خصيصا. وتم افتتاح الحديقة اللي كتبلغ المساحة ديالها 21 فدان في عام 1977 كجزء من برلين غارتن شو، وتم التحديث والتوسيع ديالها باستمرار. الحديقة الصينية، وهي أكبر حديقة صينية في ألمانيا بمساحة 2.7 هكتار، وأول مساحة تم تطويرها في الحديقة. وتم تصميم الحديقة من قبل مهندسين صينيين للمناظر الطبيعية الصينية، وتم استيراد جميع المواد من الصين. كيرمز القمر الموحد إلى إعادة توحيد هاد اللعيبة هادي هكا مدورة، فاش كتوقف انت بحال هكا هنايا كتطلع هاد الماء كيقولوا لا فولكان، شي لعبة زعما بحال البركان. داز بصحاب نديا كتلعب معايا ديك الشبيلاتي ولا مشيت ليه هاتي طلعت هنايا، دابا جيت هنا اطلع ليه. دابا ندخلوا للحديقة الإيطالية يا ربي.
يعني شي كاع كتبانش مزيان بحال الشمس، نديرو لها بحال هكا، فوالا كتجي هذيك الشمس زواين.